اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في مطبخ اميره. النهارده بقى جاي لكم بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. النهارده هيبقى الغدا بتاعنا رز وفاصوليا خضراء وفراخ وملوخيه. الملوخيه دي مثلا بعملها للناس اللي ما بتحبش، عندي ايه يعني، عندي ولادي ما بيحبوش الفاصوليا فبعمل ملوخيه، فاللي حابب ياكل فاصوليا بياكل، اللي حابب ياكل ملوخيه بياكل. كده انا جبت الفرخة، جبت الحلة، حطيت فيها مية، وحطيت نزلت عليها واحدة طماطم وبصلاية كبيرة وفلفل اسمر ومرقة ماجي وملح. كده بقى طريقة الفاصوليا. جبت بصلاية قطعتها صغير، نزلت عليها معلقة سمنة وهنزل عليها زيت وهسيبها تتشوح شوية، ماشي زي ما انتوا شايفين كده. بنزل زيت كده. على فكرة يا جماعة، انا في كل اكلي بعمل ما عدا المكرونة بس والكشري اللي بعملهم بزيت بس، لكن كل الاكل بعمله بسمنة وزيت الاتنين مع بعض. كده انا نزلت دقيت فصين 3 توم ونزلتهم على البصل. كده بقى هياخدوا لون، وبعد كده هنزل بالفاصوليا. كده هنزل بالفاصوليا الخضراء تتشوح مع البصل والثوم. الطريقة دي حلوة قوي، هتعجبكم. كده بقى هنزل بالفاصوليا. كده بقى انا هنزل بالفاصوليا. يا جماعة، احنا هنا في مصر بنقول عليها فاصوليا خضراء، في بلاد بتقول عليها لوبيا. ماشي، انا بقول المعلومة دي بس عشان خاطر ايه، الناس تبقى عارفة ايه اللي انا بعملها دي فاصوليا خضراء. هنا في مصر بتتقال كده. في مثلا معرفش بقى في دول تانية بتتقال لوبيا، بس كل واحد ليه مسمى في اكله وفي طريقة خضاره كده يعني. كده بقى انا هنزل بالتوابل بتاعتي، الملح والفلفل الاسمر والكمون والكزبرة الناشفة ومرقة الماجي. هشوحهم مع الفاصوليا شوية، وبعد كده هنزل عليها بالطماطم. كده بقى هتنزل ميتها، وبعد كده هنزل عليها بالطماطم. الطريقة دي كده احسن من الطريقة التانية اللي هي بتجيبي الصلصة الاول تعمليها تتسبك وبعد كده تنزلي عليها بالفاصوليا. الطريقة دي احسن بكتير من الطريقة التانية، وجربوا هتشوفوا الفرق. كده بقى انا سبتها تتسبك شوية، بس هي كده لسه ما استوتش يعني، تتسبك شوية ولحد ما يطلع كده السمنة على الوش، هتلاقوها بتبقى شكلها حلو طعمها حلو ان شاء الله تعجبكم. كده بقى انا هعمل الرز بتاعي، هنزل بالسمنة والزيت. يا جماعة، انا بعمل الرز بتاعي بالزيت والسمنة علشان خاطر الزيت بيدي لمعة حلوة للرز، واللي حابب يعمل زيت بس براحته، اللي حابب يعمل سمنة بس براحته، بس انا بقول لكم الطريقة يعني اللي انا بعمل بيها. ليه بنزل الزيت مع السمنة يعني، الزيت بيدي لمعة حلوة للرز. كده بقى انا هنزل بالرز بتاعي، وبعد كده هنزل بشوية ملح واشوحه شوية. انا بقى بحط يعني لو الشوربة كانت متواجدة في الوقت اللي انا بعمل في الرز، بنزل بشوربة ومية. اللي حابب يعمل بمية بس يعمل، شوربة بس برضو يعمل.
بس الشوربة مع في الرز بتدي طعم حلو اوي. كده بقى انا هسيب الرز بتاعي يغلي، وبعد كده هغطيه واوطي عليه النار. بصوا كده بقى الفاصوليا بتاعتي اتعملت ولونها بقى حلو ازاي، والسمنه طلعت على الوش. الفرخه دي بقى انا جبت بعد ما سلقتها حطيت عليها صلصه وملح وفلفل اسمر وشويه سمنه وحطيتها في الفرن تاخد لون. كده بقى انا جبت شوربه ونزلت عليها الملوخيه. الملوخيه دي بقى مجمداها وحطها في الفريزر. بس اهم حاجه ان لما تطلعي الملوخيه من الفريزر تفك يعني سنه بس، يا دوب تنزليها في قلب الشوربه، عشان لو حطيتيها بعد ما تفك خالص لونها بيسود تبقى مش حلوه. كده بقى انا هعمل الطشه بتاعه الملوخيه. نزلت سمنه وزيت وشويه توم، يعني نص راس كده توم، وهنزل بالكزبره بس في الاخر. بصوا بقى كده عشان حطيت الملوخيه مجمده فلونها زي ما هو هيفضل اخضر لحد اخر طبق. هنزل بقى بالكزبره الناشفه. بس كده. كده بقى هنزل على بالطشه دي على الملوخيه واقلبها، وبعد كده اطفي عليها النار. والملوخيه اهم حاجه انها ما تغليش، عشان لو الملوخيه غليت على النار بتسقط لتحت وتبقى مش حلوه، تبقى الشوربه فوق والملوخيه تحت. بصوا كده بقى. وبكده بقى اكون خلصت الاكل بتاعي. يا رب يعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. بصوا الملوخيه تقيله كده وحلوه ازاي. بس كده. كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.